ايه بقى؟ ايه بقى يا كرة نفرين وطفايه؟ النادي الاهلي هو اللي عامل لها سير. ايه؟ ايه طيب؟ سكينة معجون؟ بترموا علينا سكينة معجون؟ ليه؟ انتوا بتلعبوا GLC للدهانات ولا ايه؟ قولوا لنا. بغض النظر ان مفيش حكام ومفيش لعب واحنا رايحين نلعب في دولة من اكثر الدول اللي جماهيرها بتتطاول على لاعيبتها وعلى الضيوف اللي جايه عندها، الا وان لاعيبتنا كانوا رجاله في ارض الملعب. اقسم بالله، شتيمه موجود، ضرب موجود، التناحة موجودة، قلة أدب موجودة. مفيش، كل حاجة موجودة من قبل اللعيبة ومن قبل الجماهير. ايه القرف ده؟ مش عارف ازاي مفيش فار في دور المجموعات. والله قارة عرة، اقسم بالله قارة عرة، وانا بقول لك قارة كلها نفرون طفاية واللي عامل لها سياب النادي الاهلي، بس مش اكتر. انت بص، معدوم الشخصية ومعدوم الهوية ومعدوم الاهلية، وما عندكش اي حاجة، واللعيبة اخر الماتش 3 كور ولا واحد اللي اتصاب وبيجيب دم واحنا رايحين بهجمة، وبدل ما تاخد قرار صارم قمت مصفر عشان ترين الماتش وتجري زي العيل. تعبان. رجولة يا ابني، والله رجولة، مش هقول اكتر. مدرب بيفهم، عنده وعي، عنده تكتيك. مدرب ما بيهابش اللعب بره ارضه، نازل يضغط من اول دقيقة. بس الظروف ضده. النهارده الاهلي بيتعادل بطعم الفوز، تعادل 1-1، بس احنا بالنسبه لنا احنا فايزين برغم الاجواء اللي حصلت والنوش. فانت خارج ب3 نقط، انا بالنسبه لي 3 نقط وانت فايز. مش هتفرق معايا بقى ترتيبك كام في الدوري، بس كده.